أهلا وسهلا بكم. عمركم سمعتوا عن نهر اسمه النهر الجوي؟ احنا عارفين ان الأنهار العادية هو النهر اللي بيمشي في اليابس. بياخد وضعه في منطقة الأخدود، في الوديان، بيطلع من الصخور، بيتفجر من صخور، أو بيبقى بسبب الأمطار. وفي برضو ظهرت مصطلح الأنهار الرادارية اللي هي لا ترى إلا بالرادار، وده بسبب إن بعض الأنهار السطحية لا تجد لها مع التغير المناخي سوى إن هي تبقى تحت الأرض وتمشي في مسارات عدة، وممكن تمشي لآلاف السنين إلى أن تعود بالظهور ثانية أو جزء منها مع تغير الحركة التكتونية للكرة الأرضية. وعندنا أنهار كتيرة جدا تستدعي مننا نعمل خريطة لهذا الموضوع. منها نهر النيل الصغير اللي اصطلح على تسميته نهر النيل الصغير في 2018 من قبل الوكالة الفضائية للاستشعار عن بعد الألمانية. منها نهر مثلا زي نهر وادي الرمة اللي في غرب الكويت، ده كان موجود زمان ودلوقتي ظهر في الأقمار الصناعية. منها نهر سيناء، منها حوالي 8 أنهار في الصين. منها أنهار ظننا أنها جفت، وإذا بها تجد لنفسها مسارات تحت أرضية كتير. طيب نرجع بقى النهر الجوي إيه هو؟ في بداية التسعينات جاء جيرالد يويل يونغ تشو، دولت من جامعة أمريكية، واتكلموا عن ظهور ظاهرة جديدة اسمها ظاهرة الأنهار الجوية، أو ما يعرف بالاتصال الاستوائي، أو عمود الماء، أو عمود الجو الرطب، ادوها كذا مسمى. النهر ده اكتشفوه فوق جزر الساندويتش اللي هي جزر هاواي، وسموه كمان، ده أخد مسمى غريب وقتها، نهر الأناناس السريع الجوي. ده من ضمن المسميات اللي أخدها. كان ماشي من هاواي وصل لغرب أمريكا، ومتدفق برضو بعد كده أخد مساره حتى وصل إلى البحر الكاريبي. يصل امتداد هذا النهر اللي هو جاي من تكثف الهواء البارد وارتقائه بالسطح البارد بسبب الانخفاضات الجوية الباردة. هنا بيتكون ما يعرف بالنهر الجوي، ودي ظاهرة عجيبة قد تشكل خطورة في بعض الأوقات وقد تشكل فائدة في أوقات أخرى. ورصدت بعدة أقمار، وبدأوا العلماء يتتبعوها، وبدأ فيه اهتمام شديد بيها، لأن لابد من تحقيق استفادة من هذه النوعية من الأنهار. إذا عندنا أنهار سطحية، أنهار رادارية، أنهار جوية، يبقى ده 3 أنواع الأنهار. أنا بقى بتساءل كهيدي، إذا إحنا عارفين مثلا مسميات الأنهار السطحية، ليه ما نعملش خرائط بالأنهار الرادارية، خاصة إن الأنهار الرادارية ثابتة في جوف الأرض. أما الأنهار الجوية معروف إن هي بتظهر وتختفي، ولو إن في بعض الحالات النادرة جدا يعني يعني بتتضاءل، ولكنها بتظل موجودة. ليه ما تعطاش مسميات ويسري عليها القوانين التي تسري على النهر السطحي، بحيث يتحدد خريطة النظام الرأسمالي العالمي من هنا؟ مجرد تساؤل بطرحه غريب شوية، بس أنا أعتقد أن أنا في المحافل الدولية طرحته ووجد استحسان بالنسبة للأنهار الرادارية. أشكركم، مع السلامة.